تمام، بسم الله. نحاول ان شاء الله الفيديو ده يبقى شرح للالف اي والباست ترافرسال بنظرة سريعة. هو عامة الالف اي والباست ترافرسال واللوكال فايل داونلود او الريفلكتد فايل داونلود والار اف اي عامة هم كلهم شبه بعض، نفس الكونسبتس هتنطبق عليهم كلهم، فاحنا ان شاء الله هنبدأ نتكلم عنهم. لو شرحنا واحدة الباقيين هيبقوا سهلين ومفهومين جدا. تمام. اولا حتة الالف اي او اللوكال فايل انكلوجن، هي فكرتها ان هو انت الويب سايت يكون بيديسبلاي كونتنت من فايل من فايل عنده على السيرفر. يعني مثلا تعالوا نفتح عشان ندي امثله واحنا بنتكلم كود. تمام. تعال مثلا ايه نقول والله لو الويب سايت عنده فانكشن، لو هو شغال بي اتش بي مثلا، في فانكشن اسمها انكلود بيديها اسم الفايل اللي هو عايز يعرضه او يجيب المحتوى بتاعه. فممكن يكون هو مثلا بيجيب ملف اسمه config.php. فده معناه ايه؟ انا مثلا لو عامل هنا كلمة echo تيست كده، الكود بتاعي المفروض هيطبع كلمة تيست، الكود البي اتش بي لو دي مش موجودة. تمام. طب لو دي موجودة، الانكلود بتاعت الفايل هيروح يجيب المحتوى اللي جوه الفايل ده كمان ويحطه مع الكود ده. يعني مثال، لو الفايل بتاعنا ده اللي هو config ده جواه كلمة echo config مثلا كده، يبقى احنا كأننا عملنا نفس الفكرة بالظبط. كأننا مثلا بدل ما نعمله انكلود كأننا خدنا الكود بتاعه وطبعناه في نفس الملف. فكده لما اجي اشغل الكود ده، الكود اللي شبه ده هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي الاول كلمة config اللي هي جوه الفايل ده، وكده هيطبع لي كلمة test. فدي فكرة الانكلود، انك تجيب كونتنت من فايل جوه فايل عندك. تمام. طب المشكلة ممكن تبقى فين بقى؟ لو الويب سايت ده او التارجت ده بيخليك انت اللي تكتب الفايل اللي انت عايز تنزله، او بياخد الفايل ده من اليوزر. فاهم الفكره؟ مثلا هنا يوزر انبوت، اي حاجه انت بتكتبها بتتحط هنا. تمام. ساعتها هنا بقى يحصل المشكله ان هو يخليك تكتب الفايلز اللي انت عايزها. فانت ممكن تقرا بقى ساعتها فايلز زي ال etc password. ايه ال etc password ده؟ اللي هو اللي موجود في اللينكس باي ديفولت، بيكون موجود في اللينكس. مثلا اهو تعالى نجد ما عندي سي باسورد في اي لينكس او اس، بيكون فيه الفايل ده في نفس الباث، مش بيتغير اساسي، بيكون فيه اسامي اليوزرز اللي على السيستم بالبرميشنز بتاعتهم. تمام. ده فايل دايما بنستخدمه عشان نعمل بي او سي اللي هي البروف اوف كونسبت، عشان نثبت ان في هنا باج من نوع مثلا الف اي او بس ترافرسال. تمام. فبحاول نقرا مثلا فايل زي ده او فايل زي الهوستس فايل برضو موجود باي ديفولت في لينكس، بيكون فيه شويه انفورميشن اللي هم حاطين فيه داتا او كده. وهو بيكون فيه باي ديفولت داتا. يعني مثلا تعالى نجرب، مثلا عندي هنا انا مش لاعب فيه قوي، يعني مش حاطط فيه حاجه. فلو جربنا مثلا نقراه، دي الحاجات اللي باي ديفولت بتبقى موجوده عليه، نفس الهوستس فايل اللي موجود على على الويندوز بالظبط، بيعمل نفس الفكره يعني. تمام. أم، ده مثلا كبي او سي او كفكره. طب ايه الفرق بين الالف اي والباست ترافرسال؟ هو عامه الباست ترافرسال ان انت تقدر تتنقل من مكان لتاني. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا لو اليوزر او الموقع ده حاطط مثلا var www html، وبعد كده بياخد اللي انت بتكتبه وبيحطه هنا. تمام. فانت طبعا اللي انت مفروض كده في الحاله اللي انت فيها دي، ان انت محكوم بالمكان ده، المكان اللي انت واقف فيه. تمام. فدي مشكله لانك عايز تجيب ملفات تانية، فبتبدا تعمل ايه؟ تعمل ترافيرس، اللي هو ترجع لورا، تبدا ترجع 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 لغايه ما تروح للروت. يعني مثلا دي هترجعك مره فهتخرجك من ال HTML. تمام. ودي هترجعك مره فهتخرجك من ال www، ودي هترجعك مره فهتخرجك من الفار. فهتبقى انت كده بقيت في الروت، فممكن تكتب اللي انت عايزه بقى، الاي تي سي باسورد، تخش على الفار تقرا فايلز، الكلام ده كله. تمام. دي مثلا فكره انك تقدر تتنقل بين بين الفايلز يعني، او بين الدايركتوريز. تمام. في فكره تانية، يكون ان هو بياخد اليوزر انبوت ده ويحط معاه اكستنشن، يعني هو بيضيف عليك الاكستنشن. فاهم الفكره؟ يعني مثلا ايه؟ يقول ان هو مثلا يوزر انبوت هنا، وبعد كده يحط زائد الاكستنشن ده. يعني اي كلمه هتحطها هنا يتحط عليها الكلمه دي. تمام. يعني ايه؟ يعني مثلا لو كتبت فليكس، هيقوم جاي هو حاططها ايه؟ هتبقى بالنسبه له ايه؟ هيشوفها ازاي؟ فليكس دوت بي ان جي كده. طب لو كتبت الفايل اللي انا عايزه زي كده مثلا، هيخليه لي ازاي؟ هيخليه etc باسورد دوت بي ان جي. طبعا دي مشكله بالنسبه لنا، لان الفايل كده مش هيتقري، لان هو مفيش فايل بالاسم ده. فاهم الفكره؟ يعني مثلا تعال نجرب مثلا نقراه. لو جيت قريت مثلا قلت له كات دي المفروض بتعرض المحتوى بتاع الفايل، قلت له اعرض لي المحتوى بتاع الفايل ده، هيقول لي ان الفايل ده اصلا مش موجود، مفيش حاجه اسمها كده.
تمام، مفيش فايل بدوت بي ان جي. فدي ممكن تعمل لها مشكله. مش شرط بقى بي ان جي بس، ممكن يكون هو بيحط حاجات تانية مختلفه زي بي اتش بي بقى، اتش تي ام ال، جي بي جي، صوره كده يعني براحته. طب احنا ممكن نستغنى او نافويد الحاجه زي دي ازاي؟ دي فكره بتيجي عن تجربه طبعا. بس عامه في الويب لما بنيجي مثلا في حاجه عندنا اللي اسمها اليو ار ال انكودنج، احنا طبعا اتكلمنا عليها في اول سيشن خالص. اليو ار ال انكودنج اللي هو مثلا يكون حاجه شبه كده، تقول له والله 3 اي مثلا مش عارف ايه دي، يعني مثلا دوت، لا 2 اي تقريبا دي يعني اللي هي النقطه دي، مش عارف نقول له والله الزيرو زيرو دي مثلا يعني نال بايت، يعني فاليو فاضيه، اللي مش عارف اتنين تلاتة دي يعني هاش. يعني بتبدأ تنكود الحاجات بتاعتك دي او الكاركترز بتاعتك، ممكن تنكود كمان الحروف. تمام. فاحنا هنا بنستخدم اليو ار ال انكودنج في الموضوع ده عشان نباي باس الاكستنشن دي. ازاي؟ بنيجي بعد الاسم اللي احنا عايزينه وبنحط النال بايت دي. النال بايت هنا بيعمل بريك للكونكاتينيشن اللي هو بيعمله. طبعا مش دايما بتنفع، بتعتمد على الفيرجن وعلى البيهيفير بتاع الموقع، بس بنسبة 90% بتنفع معانا وبتشتغل. وهنجرب الموضوع ده ان شاء الله في اللابان. طب ماشي، في فرق كده مهم. في فرق بين الالف اي، او ممكن نقول في تايبس من الالف اي. في حاجتين معانا، في حاجه او ممكن نقول مثلا الانكلود. لو هنتكلم على الفانكشنال انكلود دي، لما بتيجي تعرض فايل، محتوى فايل، انت مثلا كتبت هنا الفايل اللي انت عايزه. تمام. هو لو هنا الفايل ده في كود بي اتش بي مثلا، لو الموقع ده شغال بي اتش بي وانت عملت انكلود لفايل جواه كود بي اتش بي، هيتنفذ. تمام. دي الالف اي هيتنفذ على السيرفر. يعني ايه؟ يعني انا لو بطريقه ما رحت قدرت اعمل فايل على السيرفر ده سميته flex دوت بي اتش بي، وحطيت جواه حطيت جواه سيستم فانكشن، او حطيت جواه كلمه ايكو فليكس مثلا. تمام. الفايل ده جواه الكوماند اللي هو بييكو فليكس، هيطبع لي كلمه فليكس. لو انا قدرت ارفع البتاع ده على الموقع، وبعد كده رحت جايبه وعامل له انكلود بالفانكشن او المكان اللي فيه الفولنربيلتي اللي هو فليكس دوت بي اتش بي، رحت كاتبه كده وراح عارض لي المحتوى بتاعه، هيعمل ايه؟ ايكو لكلمه فليكس، هيطبع كلمه فليكس. تمام. لان هو عمل اكسكيوت للبي اتش بي كود ده. طب ماشي، هل لازم ارفعه بي اتش بي؟ لا، انت ممكن ترفعه تكست، ممكن ترفعه من غير اصلا اكستنشن، ممكن ترفعه دوت فليكس برضو اكستنشن مش معروف. المهم عنده ان يكون هو بياخد، مش مهم عنده الفايل اسمه ايه او الاكستنشن بتاعه ايه، هو بياخد المحتوى اللي جواه وبيحطه جوه الفايل ده وبيعمل له اكسكيوت. ده فكره، او دي فكره الانكلود. طبعا في فانكشن تانية في البي اتش بي، عندك مثلا انكلود once، في عندك require، وفي عندك require once. طبعا الفانكشنز الاربعه دول لو فيهم الف اي، او بيخليك ان انت تقدر تكسكيوت كوماندز وكده. تمام. دي اول فكره. طب في فكره كمان ان هو يكون بينكلود الداتا دي من غير ما يعمل لها اكسكيوت. هي دي بيقول عليها الجاست ترافرسال. ازاي؟ يعني مثلا يكون هو بيستخدم فانكشن زي الريد. يعني تقريبا كان في فانكشنز، يعني ممكن نقول اسمها ريد، بيجيب المحتوى بتاع الفايل، هنشوفها ان شاء الله في الكود، بيجيب محتوى الفايل وبيعرضه بس من غير ما يكسكيوت. دي فكرتها ايه؟ ان هو مثلا لو راح جاب المحتوى بتاع الفايل ده، مش هيعمله بقى اكسكيوت المره دي مثلا فليكس دوت فليكس. هو هيعمل ايه؟ هياخد المحتوى ده ويطبعه في الموقع كأنه سترينج عادي. فانت هتشوف كلمة ايه؟ كلمة ايكو كده سيمي كولوم، بعد كده فليكس سيمي كولوم وايه وكوما. هتشوف انت الكلام ده كله في الموقع، مش هيكسكيوت حاجة. تمام. دي فكرة كمان. هنشوف الموضوع ده ان شاء الله في لابات. في عندك حاجة كمان اللي هي الريموت فايل انكلوجن. طب احنا عندنا حاجة اسمها لوكال فايل انكلوجن، وعندنا ريموت فايل انكلوجن. طبعا اللوكال دي اللي كنا لسه بنتكلم عليها، ان انت تقدر تقرا فايلز انترنال على السيرفر. طب الريموت دي فكرتها ايه؟ ان انت تقدر تنكلود الفايلز دي من بره. يعني بدل ما هكتب هنا فايل مثلا اسمه flex.php، لا انا هعمل ايه؟ هروح اجيب الفايل ده من موقع تاني attack.com مثلا، والفايل اسمه flex.php. طبعا الموضوع ده بقى خلاص يعني شبه مش موجوده، بقت نادره جدا وجودها الصراحه، بسبب خلاص الموضوع بدأ مفهوم، بقى مفهوم اكتر. ما بيستخدموش الفانكشنز اللي بتجيب فايلز من اماكن بره، او من يو ار الز او كده، او هم حتى بيبلوكوا حته اليو ار الز دي في الكونفج نفسها. فالصراحه الريموت فايل انكلوجن بقت شبه نادره، ولو لقيتها تقريبا بتبقى اس اس ار اف
ممكن تجيب منها اس اس ار اف، مش تقرا فايلز يعني، طبعا بان الاس اس ار اف اعلى في الامباكت بتاعها. تمام. دي فكرتها. تمام. حته في كمان جزئيه مهمه، حته اللوكال فايل داونلود، هي نفس الفكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها. لو مثلا بتقول له عايز اقرا الاي تي سي باسورد، بس هو مش بيقرا وبيعرض المحتوى بتاعه، لا هو بيعمل له داونلود على الجهاز عندك انت. تمام. يعني مثلا اول ما تكتب له اي تي سي باسورد، دي انا كنت مثلا جبتها في بن تيستنج مش من فتره كبيره قوي، مش من بعيد يعني، تبع الشغل. قلت له عايز اقرا الفايل بتاع الاي تي سي باسورد او الهوست تقريبا، فراح عامل له داونلود عندي على الجهاز بتاعي. طبعا الكلام ده بنتسته بالبرب، وهنشوف الموضوع ده ازاي، لان انت مش محتاج انك تداونلود كل شويه الفايل. انت ممكن من البرب اصلا بتعرض لك المحتوى كده كده، وبتقول لك ان هو هيتعمل داونلود عندك لو فتحت اللينك، لان طبعا بيكون في لينك. لو فتحت انت اللينك ده بتاع الفولنربيلتي هيعمله داونلود. دي اللوكال فايل داونلود، لوكال فايل داونلود، او بيقولوا عليها ريفلكتد فايل داونلود. يعني في هتلاقي ناس عليها كده وناس بتقول عليها كده، مش هيفرق المسميات، المهم الكونسبت الاساسي بتاعها. تمام. دي فكرتها عامه. تعالى مثلا نبدا نجرب على اللابات احسن، عشان التطبيق في اللابات هيبقى افضل بكتير يعني. تمام. هي فكره زي ما قلنا ان هي بتخليك تقرا فايلز على السيرفر. تمام. تعالى مثلا نجرب لوكال هوست لابس الف اي. هو ما اشتغلش ولا ايه؟ اه صح، انا مسميه فايل انكلوجن. تمام. نبدأ نشوف البرب عندنا، نكلير ونبدأ من تاني. نكلير فين اهي. تمام. نبدأ نلود الصفحة، نفيزت. ماشي، عملنا نلود الصفحة هنا. مثلا نشوف البروفايل، لا غلط. تعالى نجرب مثلا ديلوجن، نكبر الشاشة. تمام. هو هنا بيعرض لي يعني مسج، وبعد كده تعالى نشوف على كلمة اد مثلا، دي get content. ماشي. تعالى مثلا نجرب كده نشوف الكود الريكوستات بتاعتنا شكلها ازاي. تمام. في بقى ريكوست اهو، بقى ملفت لما عملنا لوجن في فايل. تعالى نشوف الكوكيز. تمام. اللي خدنا منه هنا يعني ان هو بيجيب او في فايل موجود في الريكوست بتاعنا. طب ماشي، معنى كده ان في ايه؟ تعالى مثلا نجرب نكبر الاول الخط شويه. تمام. في فايل موجود عندنا في الريكوست، فمعنى كده تعالى نجرب مثلا نشيله او نحط فايل، نغير اسمه او حاجه، ونشوف هيحصل ايه في الريسبونس. طبعا الريسبونس بتاعنا ده شكله، هنبص عليه من غير لما غيرنا اسم الفايل، لقينا ان الكونتنت، الرساله اللي بتتبعت لنا دي مش موجوده، فمعنى كده ان هو بيجيبها من الفايل ده. طب تعالى عايزين نتاكد اكتر، هروح اعمل ايه؟ هاخد اسم الفايل واروح اجرب افتحه على الموقع واشوف هيحصل ايه. لقيت فعلا ان في فايل بنفس الاسم، وبيعمل يعني جواه المحتوى المفروض بتاع الرساله اللي هو بيعرضه. فهو بيعمل ايه؟ بيعرض الرساله دي عن طريق الكونتنت اللي موجود جوه التكست فايل ده. تمام. طب احنا عايزين نبدا نجرب الاتاك بتاعنا. نجرب عايزين نقرا مثلا اي تي سي باسورد، عايزين نقرا ملف الاي تي سي، نشوف هيحصل ايه. طبعا احنا بما ان احنا هنا اصلا على الويندوز فعمره ما هيقراه، فعايزين نجرب مثلا حاجه تانية. مثلا تعالى نجرب في فايل موجود على الدي اسمه سيكريتس. تمام. هو ده عامه، وده الكونتنت اللي جواه. ماشي. جواه كلمه سيكريت باسورد، فاحنا عايزين نجرب نقراه. هنكتب دي وبعد كده نقطتين وبعد كده سيكريت دوت تكست. تمام. ونجرب نقراه، فعلا قرا لنا الكونتنت بتاع الملف ده. طب طبعا انا مش هقرا بيها ملفات زي دي وخلاص، انا عايز اقرا حاجه او اخليها اعلى في الامباكت بتاعها، عايز اقرا حاجات اخطر. طب ايه ممكن اقراها خطير؟ السورس كود بتاع الموقع نفسه. يعني مثلا الموقع ده بي اتش بي، الكود بتاع البي اتش بي ده مش بيظهر لي هنا. طب انا عايز اقراه بقى، هل اقدر اقراه باللوكال فايل انكلوجن؟ فعلا هقدر اقراه. لو مثلا خدنا اسم الملف اللي هو في بروفايل مثلا ده، وحاولت اقراه، حطيت اسمه وحاولت اقرا الملف ده، حصل هنا ايرور غريب جدا. يعني لو جينا بصينا على الريندر، هو فعلا عمل لود بس مبقاش فيه محتوى، المحتوى مش موجود، وفي جزء من الكود اختفى، من ال HTML كود اختفى. طب ده بسبب ايه؟ بسبب ان ده كود، او ده بينكلود كود بي اتش بي، فبيعمل syntax ايرور كتير. طب احنا ممكن نحل مشكلة زي دي ازاي؟ طب افرض انا عايز اطلع محتوى ملف زي ده، هطلعه ازاي؟ في حاجة اسمها ال PHP filters. بتكتب الف اي PHP filter. تمام. طبعا احنا لما بنيجي نقرا فايل
مش شرط نكتب اسمه كده، احنا ممكن بنستخدم بروتوكولز. في عندنا البي اتش بي، مثلا نفتحها هنا احسن. البروتوكولز دي في عندنا البي اتش بي، في عندنا طبعا انتوا عارفين احنا كلنا اتش تي ام اتش تي بي والاتش بي اس. في عندنا الفايل بروتوكول، في عندنا الجافا سكريبت ده هنستخدمه مع الجافا سكريبت اتاكس مع في الاكس اس اس يعني. في عندنا كذا حاجه تانية، في تاني واحده اسمها جوفر، في كذا حاجه كل واحده فيهم بتعمل حاجه معينه وليها مكانها. طبعا البي اتش بي دي هنستخدمها طبعا بيكون ليها زي سنتكس معين عشان تديك الريزلت اللي انت عايزه، فاحنا هنستخدمها مع الموضوع ده عشان نطلع الكونتنت او المحتوى بتاع الملف اللي هو الكود البي اتش بي ده من غير ما يبوظ السنتكس بتاع الصفحه ونقدر نشوفه. تمام، طب ده ازاي؟ طبعا عملنا سيرش، كتبت الف اي بي اتش بي فلتر، المفروض في فلتر للبي اتش بي نستخدمه مع الالف اي عشان نقدر نقرا الكود بتاع البي اتش بي. تمام، فاحنا هنشوف اول لينك تمام. في طبعا اهو ظهر لنا مثلا مثال بسيط جدا. هو هنا تعالى مثلا ناخد المثال ده. تمام، هو حط هنا البروتوكول بتاع البي اتش بي وعمل كول للفلتر، المفروض ده حاجه تبعه هو اتريبيوت او حاجه شبه كده، وقال لك ان هو عايز يكونفرت لبيس 64 واداله السورس اللي هو الملف اللي هو عايزه. تكتب هنا الملف اللي انت عايزه، وهنا بيقول له ان هو هيعمل له انكود للبيس 64 عشان يعرف يعرضه في الموقع في الصفحه يعني، وبيبرنت الحاجه اللي بيعمل لها انكودنج دي. تمام، فاحنا هنجربه هنا وهقول له انا عايز البروفايل دوت بي اتش بي. تمام، نفس الفكره هو بسيط جدا، انا اديته بس اسم الفايل اللي انا عايزه. تمام، وعملت جو، لقيته فعلا طلع لي اوتبوت معمول بالبيز 64. تمام، هجرب اعمل له ديكود هنا وهاخد المحتوى بتاع الفايل وهو بقى معايا الكود البي اتش بي موجود فعلا هنا اهو. تمام، دي فكره دي فكره الالف اي وازاي نقدر نضمن انها الكود بتاع السورس كود بتاع الموقع. تمام، في طبعا فكره كمان، يعني في عندك دي فكره الالف اي. طب افرض انا دلوقتي عايز اجرب الموضوع ده اكتر، تعالى مثلا نحط جوه السيكريت فايل ده السيكريت فايل، نحط جواه مثلا كود بي اتش بي. هقول له والله خد اعمل ايكو لكلمه بي اتش بي كود، المفروض ده احنا حطينا جواه كود بي اتش بي. تمام، تعالى مثلا نجرب نسيفه، عملنا له سيف، تعالى نجرب نقراه بالطريقه اللي احنا عملناها قبل كده، اللي هو انا بكتب المكان بتاع الفايل ده على طول. ماشي، نجرب نقول له secret دوت تكست. تمام، طبعا هو احنا هنا في غلطه شنيعه عملناها، ان احنا ما عرفناهوش ان هو كود، فطبعا لازم نضيف في الاول الجزء بتاع البي اتش بي اللي هو ده لازم نضيفه في الاول وكده. تمام، المفروض نجرب نقراه المره دي، فعلا راح عامل برنت للبي اتش بي كود. طب عايزين نجرب حاجه تانية، تعالى مثلا نجرب نكسكيوت، اقول له مثلا سيستم واقول له اعمل مثلا داير سيرش. طبعا ان احنا على الويندوز محتاجين نستخدم الكوماندز بتاعت الويندوز. تمام، راح فعلا طبيعي لي اسامي الملفات اللي موجوده عنده وكل الكلام ده. طبعا ده كله عن طريق ملف تكست جوه الكود وانا عملت له انكلود. تمام، طب نفس الفكره دي هنطبقها على حاجه تانية. ايه هي الحاجه دي؟ آه يعني احنا نحاول نريد فايلز بس نقرا الكونتنت بتاعه بس. تمام، طب هنعرف الموضوع ده ازاي؟ تعال مثلا نجرب كده. قرينا احنا قبل كده الفايل اللي هو البروفايل، طبعا دي فكره من افكار الريد بتاع ان احنا نقدر سورس كود ان احنا ممكن نطلع باجز تانية. ازاي؟ لو جيت مثلا جربت اقرا الاندكس فايل ده، اقرا المحتوى بتاعه، هنا خدناه معانا، تعال نجرب ديكود ونشوف الكود ده هنا. تمام، طبعا سيبنا من الجزء اللي تحت، احنا عايزين بالنسبه لنا الجزء اللي فوق ده هو المهم. خدت بالي من ايه؟ ان هو هنا بياخد جيت بارامتر وبيعمل كول لفانكشن اسمها جيت فايل. تمام، الجيت فايل دي موجوده فين؟ موجوده جوه الفانكشن دي، هو بيعمل لها انكلود. بس طبعا احنا هنا مفيش هنا بج، لان هو مش بيخلينا نتحكم في الفايل، هو كده كده كاتبه، يعني احنا مش بنتحكم فيه، فهنا ما فيهاش بج اللاين ده. تمام، هنبدا نشوف الفايل ده جواه ايه. عايزين نقرا الملف اللي هو اسمه function دوت بي اتش بي ده عشان نعرف الجيت فايل دي بتشتغل ازاي. تمام، نجرب نفس الفكره هنا، نقول له مثلا في فايل اسمه func عايزين نقراه، هاتهولنا. تمام، قراه، تعالى ناخد ونعمل له ديكودينج ونقراه، نحطه مثلا تحت كده عشان نشوف المحتوى بتاعه. تمام، اهي الفايل اللي احنا عايزينه الجيت فايل.
بيقول لك ايه، ان هو هنا بيفتح الفايل بيعمل له اوبن، وبعد كده بيقرا منه الداتا دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وبعد كده بيطبعها. طب هنا دي ايه؟ دي زي ما قلنا مش دي يعتبر مثلا باس ريفرسال، ان هو مش هيكسكيوت الداتا، او مش هيكسكيوت المحتوى اللي جوه الفايل، هو مجرد هيعرضها بس. تمام، لو خدت بالك ان هو بيوبن الفايل وبعد كده بيريد منه الداتا وبيطبعها بس كده. تمام. طب ماشي، هنبدأ نشتغل عليها ازاي؟ هو بياخد مننا الانبوت عن طريق بارامتر اسمه اف، فاحنا نروح على الاندكس ونكتب فوق اف هنا، ونديله الفايل اللي احنا عايزين نقراه. الفايل اللي احنا مثلا كنا عايزين نقراه دلوقتي كان في السيكريت، اسمه secret.txt. تعالى مثلا نحطها في البي اتش بي، اسف في البيرب. تمام اهي. تمام، ده الفايل المفروض احنا بنحاول نقراه ومش عارفين يعني. تمام، طب افرض احنا هنا، تمام، هو لو خدت بالك من الكود هو بياخد اللي احنا بنكتبه، فين اهو، بياخد اللي احنا بنكتبه وبيضيفه على الدايركتوري اللي هو فيه. طب المشكلة دي عبارة عن ايه؟ ان مش دايما مش هينفع نكتب الباث دايركت كده. يعني ايه؟ يعني مثلا مش هينفع نقوم جاي مثلا احنا عاملين ايه، هو مثلا الدايركتوري ده بيرجع كلمة كده، ومثلا المكان اللي احنا فيه وليكن كلمة باث، فالكلمة اللي احنا بنكتبها هنا بتضاف هنا، فمش ينفع اكتب له هنا كمان اكتب له دي وبعد كده سيكرت، لا، لازم ارجع زي ما عملنا قبل كده في كان باستافيرس، ان انا اغير المكان بتاعي، ارجع وبعد كده اكتب الفايل اللي انا عايزه. تمام. فانا هنا هبدا اعمل ايه؟ هبدا ارجع واقول له انا عايز السيكريت دوت تكست. تمام، هجرب اقراه مره، ما نفعش هرجع تاني وتالت لغايه ما احاول اقراه. هفضل ارجع اهو. تمام، كده انا قدرت اقرا الملف ده. تمام، بس لو خدت بالك ان هو هنا ما عملش اكسكيوت للملف، هو مجرد عرض المحتوى بتاعه بس، لان هو لو عمل له اكسكيوت مش هيظهر لك الكود بتاع البي اتش بي، هو المفروض هيكسكيوت على طول. تمام، اتمنى يكون الفكره دي وصلت، يعني ان هي دي يعني اهم حاجه، او دي الفكره بتاعتهم، الفرق ما بينهم. تمام. تمام، دي الفكره عامه فيهم. تعالى مثلا نجرب اللابات بتاعه بورتسوجر، هي فكرتها برضو مش بعيده عن اللي احنا بنتكلم فيه، بس نديها يعني تجربه. تمام. بيلود. تمام، تعالى نجرب اول حاجه معانا ده. تمام، طبعا احنا بنحاول بنشغل هنا البيرب عشان هنكلير الاول، وبنخلي البيرب تكاتش الريكوستات المفروض. فاحنا نبدأ مثلا نلود ونبص هل بيبقى في، لو خدت بالك ان في هنا حاجة حصلت، ان كان في ريكوست واختفى. طب تعالى نلود الريكوست البتاع دي تاني ونشوف فعلا في ريكوست بيظهر وبيختفي. فساعتها هبدأ اشغل انترسبت، لان في ريكوستات بتختفي من البيرب لانها بتعتبر ان هي يعني images او كده او content file، فهو مش بيحتاج ان هو يعرضها يعني في الموقع، في الريكوستات. فاحنا لو خدت بالك هو ده الريكوست اللي بيختفي مننا، خليه معانا ونروح. لو جينا شغلنا الريكوست ده، اخد بالي ان هو بيعرض محتوى ملف معين. الملف ده بياخده منين؟ من كلمة او من بارامتر اسمه فايل نيم. ده معناه ايه؟ معناه ان هو بياخد الكونتنت بتاع الفايل ده وبيعرضه، بياخد اسم الفايل وبيجيب الكونتنت بتاعه. فانا ساعتها هبدأ اجرب ان انا اقرا اللي هو الاي تي سي باسورد. تمام، طبعا هو ما لقاهوش، لان انا ممكن زي ما قلنا ان انا المكان اللي انا واقف فيه مش هو اللي فيه الفايل، فببدأ ارجع بعمل باك لورا مثلا مرتين، مش موجود، هبدأ اعمل باك تاني واجرب، بفضل اعمل اكتر من باك لحد ما بوصل للفايل فعلا زي ما وصلنا له. طب في حاجة كمان ممكن نعملها، ممكن ابدأ اكتب باكس كتيرة. يعني مثلا لو انا مش عارف انا المفروض اقف فين او اخري فين، فانا ببدأ اعمل ايه؟ ببدأ اكتب اعمل كذا باك زي ما انا عامل كده، وبدوس هو بيريد اصلا الفايل مهما كان الباك بتاعك. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا ايه، انا مثلا دلوقتي واقف جوه 4 فولدرز. تمام، 1 2 3 4. لو رجعت لورا 1 2 3 4 هبقى فين؟ في الادمن اهو، مش مفيش مكان ارجع فيه بعد كده. طب لو حبيت ارجع ورا تاني مش هيرجعني، هيخليني في نفس مكاني. فدي الفكره، ان انت لو فضلت ترجع كتير لورا هو كده مش هيوديك مكان جديد، هو هيوديك عند اخر حاجه اللي انت اصلا عايز توصل لها. تمام، فانت ممكن تزود عدد الباكس اللي بترجعها لورا ومش هيضر معاك في حاجه يعني. تمام، دي عامة فكرة اول لاب، ودي بسيطة خالص، ده الاتاك العادي بتاعها، سيمبل خالص. تعالى نجرب. بسم الله اللاب التاني.
هو تقريبا اللابس كلها نفس الفكره، ان انت لازم تانترسبت الريكوست عشان الفايلز دي بتختفي يعني. تمام، نبدا نبعت الريكوست نفس الفكره. هنجرب نحط ال etc password على طول. تمام، قدر يقرا. طب ايه الفكره هنا؟ زي ما قلنا ان هو بياخد منك المحتوى ويحطه جوه الفولدر او جوه الفايل على طول. يعني مثلا ايه، هو بياخد مني الكونتنت وبيحطه جوه الكلمه دي على طول كده. مثلا يقول له ايه، هات لي etc باسورد. تمام، المره اللي فاتت كان بيعمل ايه؟ لا، كان هو مثلا بيحطها جوه var جوه w مش عارف ايه كده، وبعد كده انت لما بتكتب كلمه etc باسورد بيحطها هنا. فاحنا محتاجين نرجع لورا مرتين او ثلاثة عشان نبقى في الين في الروت دايركتوري ونقدر نقرا الفايل. تمام، اتمنى يكون الموضوع بسيط. هي دي فكرة اللابين دول يعني. تمام، نشوف التاني. نبدأ نشوف افكار الباي باس وكده. احيانا بيكون الويب سايتس بتديليت علامتين دول اللي هو الدوت دوت وبعد كده سلاش، بس طبعا بيكون فيها احيانا غلطات فبنقدر نعمل لها باي باس. وازاي الكلام ده هنبص دلوقتي، هو لا فكرة اللاب ده تنطبق عليها يعني. تمام، نشوف الدنيا هنا نفس الفكرة. هنشغل الانترسبت بتاعنا وناخد الصورة اللي احنا عايزينها ونضيفها هنا. تمام، دي ده الكونتنت بتاع الفايل. هنحاول طب نقرا مثلا فايل تاني زي ما قلنا ال etc باسورد. تمام، هبدأ. مفيش هنا فايل فهبدأ اباك لورا كتير زي ما قلنا. هباك واشوف هيحصل ايه. طبعا هو برضو ستيل الفايل مش موجود، فببدأ هنا اتوقع مثلا لو ضفت باكس كتيرة جدا وبعد كده لقيته برضو مش بيرجع لي الفايل، فهبدأ افهم هنا ان طبعا ما ينفعش الفايل ما يبقاش موجود، لازم يبقى موجود في اي لينكس او اس. تمام، بس هو هنا بيكون عامل زي فلتر عشان يمنع الباي باس، اسف، يمنع اللوكال فايل انكلوجن، انت تقرا الفايلز يعني. تمام، طب الفكرة هنا ايه؟ بنبدأ نجرب الافكار اللي معانا. يعني مثلا نجرب نعمل انكود للعلامات دي كلها. مثلا تعالى نجرب مثلا نعمل لها انكود ونشوف هيحصل ايه. URL encode all characters. تمام، ممكن نعمل double encode. تمام، برضو منفعش. فبنبدأ نعمل double للحاجة نفسها اللي هي العلامتين دول. بتبدأ مثلا تيجي هنا تعمل double جواها، يعني بحيث يبقى 4 نقط و2 سلاش. تمام، لان هو احيانا بيكون بيديليت السلاش نفسها، بيكون بيديليت دي، فلما يجي يمسح دي هيخلي الاتنين التانيين. طب تعالى مثلا نجرب. تمام، طلعت هي دي فكرتها فعلا ويقدر يقرا الملف. تعالى مثلا نشوف الموضوع ده فكرته ايه. دلوقتي انا ضفت اربع نقط واتنين سلاش. تمام، ليه بقى؟ لان الويب سايت احيانا بيعمل ايه، بيقول له ريبليس اللي هو امسح يعني، ريبليس اي نقطتين زي كده وشيلهم وما تحطش مكانهم حاجه. تمام، بيقول له ديليت الكلام ده وما تحطش مكانه حاجه. فيجي يعمل ايه لو انا مثلا كاتب الكود بتاعي كده او البريلود بتاعي بالشكل ده؟ هيعمل ايه؟ هيقوم جاي هو ماسح دي، فخلاص كده ما بقاش فيه، مش هيعرف يقرا الملف مهما كنت كاتب من عدد. هو بيمسحها، بيشيل دي بعد كده بيشيل دي. طب افرض انا رحت اعملها له كده بالشكل ده، هو هيعمل ايه؟ هيلاقي ان النقطتين وبعد كده سلاش موجوده هنا اهو، فيقوم جاي ماسحها كده. فبيخلي ايه اللي احنا اصلا عايزينها؟ لما بديله اتنين منها هو بيمسح اللي جوه وبيخلي اللي بره. طبعا الفكره دي موجوده في كذا لاب او في كذا حاجه، مش بس في اللوكال فايل انكلوجن. فالفكره بتاعت الفلتر دي يعني ناخد بالنا منها. عامه هي دي فكره اللاب، وقدرنا فعلا نقرا الملف. نشوف الفكره اللي بعدها. تمام، تعالى نولود. فين الفايل؟ تمام اهو، ونفتح دي ونقول تك. تمام، نشوف نفس الفكرة ولا فيها اختلاف. طبعا احنا بنطبق نفس الموضوع، بنحاول نحط مثلا نعمل كذا باك لورا وبعد كده لا، بقول له etc password وبحاول اريد الفايل. تمام، طبعا هنا فيها نفس المشكلة. هنجرب ان احنا ننكود الداتا بتاعتنا باليو ار ال مثلا، عشان لو بيتشيك عليها نقدر نبايباس التشيك ده، ندبل انكود. تمام، فعلا قدرنا نقرا الملف. دي فكرتها ايه؟ ان هو بينكود او هو بيتشيك على حاجه شبه كده. يعني مثلا هو انت ايه، بتحط له انبوت زي ده. تمام، هو بيعمل ايه؟ بيقول له لو النقطتين دول
لا سيبك من العربي. النقطتين دول بيقولوا دول لو موجودين يبقى خلاص، يبقى ما تعملش حاجه، ما تقراش الملف ده، رجع ايرور مثلا. تمام. طب هما لو مش موجودين خلاص اقرا الفايل ده عادي ماشي. بس هو الفكره ان هو بيتشيك عليها بطريقه غبيه شويه. ازاي؟ هو بياخد الداتا منك مثلا بالشكل ده كده، وبيروح يدور فيها على النقطتين ماشي. فطبعا مش هيلاقيها بالشكل ده، مش هيلاقيها. وبعد كده بيعمل ايه لما يجي يستخدمها؟ يجي يستخدم الداتا دي بيعمل URL decoding. بيعمل decoding لليو ار ال ده. فطبعا لما تيجي تعمل لها decoding هترجع لك ايه؟ لما نيجي مثلا نعمل decode اليو ار ال، ديكود لليو ار ال، هترجع لنا الشكل الاصلي بتاعنا. طبعا الكلام ده بيبقى موجود على فكره، يعني مش حاجات مش بقول لك مثلا حاجات مش ريل لايف، لا حاجات ريل لايف عادي جدا. بس هي الفكره انك فكره اللوكال فايل انكلوجن مش بتبقى منتشره بالقدر الكافي، لان خلاص الموضوع بدا يعني لحد ما يتفهم شويه من الديفلوبرز ان هو لا، ما ينفعش اخلي اليوزر اخد انبوت من اليوزر واحطه عندي في الكود بتاعي على طول. تمام. او احطه في مكان بيقرا بيخليه ريد فايلز. دي فكره ال الريد دي. تمام. نشوف فكره كمان عشان تقريبا خلاص قربنا نخلص يعني. تمام. نشوف نحاول نقرا نفس الفايل وندوس هنا. تمام. بيقرا فعلا فايلز اهو، بيقرا فايل. تعالى مثلا نبدأ نشيل الكلام ده ونكتب ال etc password بتاعتنا. تمام. بيقول لك ان في missing parameters. طب افهم من ده ايه؟ ان هو في حاجة ناقصة في الفايل نيم او في الفايل نيم بارامتر. طب اخد بالي من هنا ايه؟ هو بيكتب هنا الفايل بس هو كاتب معاه الفولدرز اللي هو فيها. تمام. فتعالى مثلا نجرب نشيل فولدر من دول ونشوف هيحصل ايه. اداني نفس الايرور. ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيتشيك على الفولدرز دي هل هي مكتوبة ولا لا. طب حلها ايه؟ دي نفس اللي قلنا عليه، ان احنا هنعمل باك 2 3 ونكتب الفايل اللي احنا عايزين نقراه. فكرتها ان انت هتعمل هنا دي ايمج هيرجع، دي هتخرجك من الايمج. وبعد كده التاني واحدة تاني باك دي هتخرجك من ال www. وبعد كده اخر باك هتخرجك من الفار. وهتقدر تقرا ال etc باسورد بتاعك عادي جدا من غير اي مشاكل. دي فكرتها عامة. آه، الفكره دي طبعا مش موجوده قوي بس احتمال تلاقيها، يعني دي فكره لازم تاخد بالك منها، ان هو بيكون في تشيك على الانبوت او على الفر يعني اللي هي البارامترز، اسف الدايركتوريز اللي جايه له، لازم يتشيك ان يكون الدايركتوري ده موجود. طبعا دي مشكله لان انا اقدر اعمل لها باك عن طريق الايه السلاشز دي. تمام. فدي لازم ناخد بالنا منها برضه. بسم الله. اخر لاب ده نبص عليه. طبعا هي دي افكار عامه اللوكال فايل انكلوجن، عشان بس ايه ما تقريبا هي دي كل افكارها، عشان بس الموضوع يبقى واضح شويه. بس كده تمام. نبص على الفكره دي نشوف كده. نقول له etc password، حاول اقراه مش هعرف. نجرب مثلا نلعب فيه نشوف الانبوت. احنا بنحاول نشوف الايرور بتاع الابلكيشن بيجي ازاي عشان نفهم هنعمل ايه. تمام. تمام. هو هنا طبعا اداني ايرور برضو. طب تعالى مثلا نجرب نديليت دي. تمام. نفس الفكرة. ماشي. ممكن تبقى ايه؟ هو هنا طبعا قايل ان الكونتنت ايمج، فاحنا ممكن نجرب مثلا نقول له ايه. تعالى مثلا نجرب نعمل etc باسورد. واحنا هنحاول هنتوقع هنا ان هو بيكون بيحط لنا داتا او كده. تعالى مثلا نجرب نباك، نتاكد من حته الباك دي ان هي ما فيهاش مشاكل. تمام. طب تعالى مثلا نجرب نحط النال بايت اللي قلنا عليها قبل كده. نفس الفكرة. لا فيها مشكلة اكيد دي. تعالى مثلا نشيل شوية باكس منها يكون هو بتشيك عليها. تمام. هي دي فيها مشكلة تقريبا. تعالى مثلا نتأكد كده، ناخد ريكوست تاني مثلا ونشوف هيحصل ايه. نجرب مثلا ناخد الريكوست ده. نفس الفكرة على ما اعتقد. تعالى مثلا ناخد صورة مختلفة. تعالى نجرب دي مثلا.
عايز اعرف بس هو ايه البيهيفير بتاعه شغال ازاي. هو عرض الكونتنت بتاعه عادي، مفيهاش اي مشاكل. اه تمام فهمت. فهمت. هو هنا عشان يقرا الفايل تقريبا بيتشيك هل مكتوب فيه اكستنشن ولا لا. دي تقريبا الحاجة الوحيدة. يعني مثلا لو جيت شلت مثلا اكستنشن ده هتلاقيه بيديك ايرور. او لو جيت مثلا تعالى نضيف مثلا اكستنشن مش موجود هيدينا ايرور اظن برضو. طبعا هو كده بيحاول يقرا الفايل. طب مثلا لو جينا جربنا جي بي جي وعملنا كده هيحصل ايه؟ قرا الفايل برضو. تمام جدا، انا كده فهمت الفكرة. هو عامة هنا بيتشيك على الفايل ده موجود ولا لا. طب تعالى مثلا نجرب نشيل دي كده، هيقولك ان الفايل مش موجود. تمام. طب تعالى نجرب نفس الفكرة بس مع ال etc. تعالى مثلا نرجع باك ونحاول نقرا ال etc. بصوا طبعا هيدينا هنا ايرور. تعالى نجرب نديله دوت بي ان جي مثلا. لا جي بي جي مش، هو كان بيستخدم الجي بي جي. طب ماشي، هو قالك الفايل مش موجود. نجرب بقى حتة النال بايت. تمام فعلا قدرنا نقراه. طب دي فكرتها ايه؟ تعالى بس نبص كده سريعا. طب احنا قلنا قبل كده ان هو ممكن يكون وانت بينكلود وهو بينكلود فايل بيحط هنا اسم الفايل وبعد كده بيضيف معاه كلمة مثلا دوت جي بي جي. ماشي، دي الفكرة اللي قلنا عليها. تمام. طب ايه الفكرة التانية اللي هو بيطبقها هنا؟ ان هو يكون بيشوف لو الدوت جي بي جي دي موجودة في الفاليو هنا بيقرا الملف. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا اديته ملف اسمه 14 دوت جي بي جي، هو بيلاقي كلمة جي بي جي موجودة خلاص بيروح يقرا. او دوت جي بي جي مش مجرد بس جي بي جي، بيروح يقراها، بيروح يجيب الملف ده ويقراه. تمام، ده بالنسبة له ترو. طب احنا عملنا ايه هنا؟ زي ما قلنا حطينا له الملف اللي احنا عايزين نقراه وحطينا له معاه الكلمة اللي هو عايز يشوفها. الكلمة دي اللي هو عايز يشوفها اول ما بيشوفها بيثق فينا وبيعدينا، دي الكلمة اللي هو عايز يشوفها. حطينا له الكلمة دي مع الفايل اللي احنا عايزين نقراه، وحطينا هنا النال بايت اللي هي تخليه يمس اندرستاند الفايل بتاعنا. يعني هو هيروح يقرا اول جزء من الفايل هي اجنور او هينفض للفايل الاخير، للجزء الاخير اسف، اللي هو بعد النال بايت. اللي هو اول ما بيشوف نال بايت بيقف. فمش مش هيروح يحط الجزء ده كمان معاه في الملف، هيروح يقرا الجزء الاولاني بس. تمام، هيحاول يقرا الملف باسم الجزء الاولاني بس. دي فكرتها عامه. تمام. دي تقريبا فكره اللابات كلها اللي على بورت سويجر. بلس اللابات اللي انا كنت كاتبها وفكره عن ازاي تقرا مثلا السورس كود وهيفيدك في ايه انك تقرا السورس كود اصلا. تمام. بس اتمنى يكون الموضوع مفيد يعني، وانا كده تمام خلاص.